بين تاريخ عريق للمدينة وحاضر يحتضر، هذا ما يقوله سكان مدينة طمنطيط عن منطقتهم الأثرية. ورغم كونها من بين أبرز نقاط استقطاب السياح، إلا أن القليل من العائلات التي حملت عناء البقاء تعيش ظروفا صعبة لا تحسد عليها. أجي حياة بلا روح الصبر، صابرين يحسنعونهم يحسنوا ما عطاوهم باش يخدموا، يقاولوهم ويكذبوا عليهم، يقاولوهم ويكذبوا عليهم، يقاولوهم ويكذبوا عليهم. حنا دوك نشوفوا نغادوا حنا. خاص البلديه هي اللي تعطيها الاهتمام الاكبر. كما دوك حنايا ساكنين هنا نديروا اللي علينا، كما نظافه الحي والحوايج هذه بقى البلديه هي اللي قصبة تيميمون أو حجاب العين كما تعرف المدينة ذات الأصول الأمازيغية، اشتهرت بالهندسة الرائعة لقصورها. كانت طمنطيط من أهم وأقدم المدن التجارية بالصحراء، حملت العديد من الثقافات التي صنعها يهود المدينة والبربر والعرب وغيرهم. المغيل هذا اللي بكري حارب هنا كانت اليهود عندنا في طمنطيط وحاربهم، والان ان شاء الله ندوروا باش السياحه تزدهر في المنطقه بقدوم دائما السواح اللي يجونا لهنا. المدينة التي جمعت قديما بين العلم والعمارة والديانة لا تزال تحافظ على شق من تراثها الكبير في تعليم أبنائهم كتاب الله. مكان بسيط لكن يقال أنه أخرج العشرات من العلماء والشخصيات المرموقة. هذه المشاكل مانيش عارفين زعما كيما نقولوها، مش كيما نقولوا وليدة اليوم، هذه زعما راهي ممتدة كيما نقولوا منذ سنوات. يعني ما كانش اهتمام السكان تاع الجنوب بصفة عامة. وتستمر الحياة في طمنطيط بعنصري الماء والفلاحة، كما تشكل الواحات الجميلة مصدر استرزاق العديد من العائلات التي تبحث عن أصالة مفقودة وتعيش صبرا يقود للمجهول.